السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الهنا والفل والورد والياسمين عليكم يا حبايبي. أخباركم إيه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. أخباركم إيه؟ يا رب يكونوا في أفضل صحة وفي أتم حال يا رب العالمين. كالعادة يا سادة لازم أبدأ معاكم الفيديو بالدعاء. دايما بحب أدعي لكم ربنا يا رب ييسر لكم أمركم. اللهم يا مقلب القلوب يا سامع الهمس قبل الصوت يا رب العالمين، يا عالم كل حال كل واحد فينا. أسألك يا رب العالمين أن تلمس قلوبنا وقلوب متابعين الآن يا رب برحمة منك لا تنطفي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم امسح على أرواحهم مسحة هدوء وطمأنينة. اللهم من كان متعبا منهم فأرحه يا رب العالمين، ومن كان مهموم فأزح همه، ومن كان ينتظر فرج فعجل له بعطائك يا رب العالمين الذي يدهش قلبه. اللهم افتح لهم أبواب رزقك لا تغلق، وأبواب سعادة لا تنقطع، وأبواب راحة لا يعلم بها إلا أنت يا رب العالمين. ربنا يجعل أيامكم الجاية كلها أجمل ما تتمنوا، ويقرب لقلوبكم كل دعاء دعوته. ربنا يجعل يا رب طريقكم كله نور وبركة، وبركة في بيوتكم وفي ولادكم وفي رزقكم، وطمأنينة في صدوركم، وسعادة تدهشكم يا رب العالمين. يا رب احفظهم بعينك التي لا تنام، واكتب لهم الخير من أوسعه، ومن الراحة أكملها، ومن الفرح أعظمه يا رب العالمين. يا رب يجعل فيديو النهاردة ودعاء النهاردة ليكوا كله خير وبداية فرج يغير حياتكم للأفضل. اللهم آمين آمين آمين. ربنا يتقبل مني يا رب العالمين. صباح الهنا والسرور حبايب قلبي. النهاردة بقى أنا هقولك على حاجات بسيطة كده هتعجبك قوي والله بجد بإذن الله. يعني أتمنى إن هي بجد تنال رضاكم بصراحة يا بنات. طبعا انتوا عارفين يا بنات ان احنا كتير كتير بننسى، يعني بننسى حياتنا، مركزين كل وقتنا للبيت وللولاد. طبعا ده بسبب دوامة المسؤوليات، هموم شغل البيت اللي عندنا، دراسة، دراسة الولاد، يعني الضغط اللي احنا فيه، الضغط النفسي. بين كل ده يا بنات احنا بننسى ان في لحظات صغنونة خالص هي ممكن تغير يومنا بالكامل، تغير يومنا بالكامل. يعني هي حاجات بسيطة قوي انت ممكن تغيري بيها وقتك وتسعدك وتخليكي يعني كلك بوزيتيف كده للي حواليكي، عارفة اللي هي بتشع طاقة كده. يعني احنا دايما اتعودنا يا بنات ان احنا ان احنا نقول لا السعادة دي مثلا ان هي لازم تكون سفر، خروجة، فلوس. فاهمين قصدي؟ احنا ربطنا السعادة يعني بالمصطلحات دي، انما احنا اصلا يا بنات السعادة هي مش دي الحقيقة. اكتر لحظات يا بنات بتخلينا ان احنا نكون سعداء فيها ونبتسم بجد من قلبنا حاجات ملهاش تمن. زي ايه بقى؟ زي لمة ولادي حواليا، دي بالدنيا يا ربي وما فيها، يديمها علينا نعمة يا رب. نعمة ولادنا حوالينا، نعمة ان احنا شامين ريحة الاكل في بيتنا اللي احنا بنعمله، دي نعمة كبيرة قوي وفضل من رب العالمين. ان انا شامة ريحة الاكل اللي انا عاملاه في بيتي، الحمد لله ان انا عندي صحة وشامة ريحة اكلي واقفة بعمل اكل كده لولادي. فاهمين قصدي؟ يعني حاجات صغننة انت لو فكرتي فيها هتلاقي ان انت مش هتفكري في طاقة سلبية، هتلاقيها ان هي خففت عنك تعب يوم كامل والله العظيم يا بنات. يعني بصوا انا جربت حاجة وفرقت معايا فوق ما تتخيلوا، فوق ما تتخيلوا. زي ايه بقى؟ زي مثلا ان انا جربت اقعد مع نفسي كده دقيقة كده، دقيقة واحدة بس كده، واقعد ابص اقول انا كده عملت ايه النهارده. ده انا مشيت الولاد على المدرسه، وبعدين دخلت عملت الفطار وفطرت، وبعدين طلعت الغسيل اللي كان في الغساله نشرته وحطيت اكل العصافير وسقيت الزرع. انتوا فاهمين؟ الله، طب الحمد لله ده انا انجزت حبه كبار. الحمد لله يا رب ان انا عندي طاقه ان انا عملت الحاجات دي. انتوا فاهمين قصدي؟ الحمد لله يا رب ان انا عندي طاقة عملت مثلا يعني هقول ربع المهام اللي عندي في اليوم النهاردة.
فدي حاجة كويسة اهي، اديني بصيت لنص الكوباية المليان. لان احنا يا بنات في الحقيقة ان احنا دايما مستعجلين، دايما مستعجلين، مش بنعيش اللحظة بلحظتها. يعني انا النهاردة الحمد لله مثلا عملت اكل، ما اقولش ايه مثلا، يعني المفروض ان انا اقول ايه، الحمد لله يا رب ان انت يا رب رزقتنا وفي اكل في البيت النهارده، اللي هيجوع هيغرف وهياكل. فاهمين قصدي؟ ليه ما بصش لكده؟ ليه بص اقول ايه، والله ده انا نفسي في اكله ما اعرفش ايه مثلا، بس هستنى اما نقبض بقى عشان اجيبها، علشان ايه، انا معيش فلوس. طب ما انا عامله اكل، طب ما انا اقول الحمد لله على اللي انا عملته. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني دايما بصي لل99 نعمة اللي عندك، قبل ما تدوري على النعمة اللي ناقصة، بصي على ال99 نعمة اللي عندك. طبعا انا عارفه ان كلكم بسم الله ما شاء الله، انا بقول في العموم للجيل اللي لسه طالع وعايز ان هو يقف على ارض ثابته كده، ويبقى يعرفوا يفتحوا بيوت ويعمروا. انما انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين، فاهمين قصدي؟ بس احنا لازم نزرع في ولادنا القناعه والرضا، لازم، دي اساسيات، عشان الواحده لما تفتح بيت، ما ما تبقاش اللي هي مش عارفه هي رايحه فين، ده انا ماما ما قالتليش، ده انا مش عارفه احنا هنعمل ايه هنا، طب انا معيش فلوس اجيب دوت، طب انا محتاجه. لا، عيشي باقل القليل هتلاقي عيشتك حلوه قوي. والله العظيم لو رضيتي بأقل القليل هتلاقي الكتير جاي. فاهمين قصدي؟ يعني انا زي ما قلت لك كده، قولي الحمد لله على النعمه اللي في ايدك، عيشي اللحظه اللي انت عملتي فيها الاكل، الحمد لله ان عندك، ما فكرش في اكله تانية. الحمد لله يا رب ان انا عملت غسيل ونشرته، غسلت غسيل مثلا ونشرته، الله ده انا شم ريحه النظافه، الله، فاهمه؟ يعني استمتعي بكل حاجه بتعمليها، استمتعي بكل حاجة بتعمليها. خلصت الشقة ونظفتيها وولعتي كده عود بخور، البيت بقى هادي، الله الحمد لله يا رب على نعمة البيت الهادي. انتوا فاهمين؟ دي نعمة، والله دي نعمة يا بنات. الحمد لله ان احنا نقدر النعم اللي احنا شايفينها صغننة، صغيرة يعني، فاهمين قصدي؟ اقول الحمد لله ان احنا بنقدر النعم. فاهمين يا بنات؟ فاحنا دايما زي ما بقول لكم كده، نعود نفسنا ان احنا الحمد لله على القليل، عشان الحمد لله يجيني الكتير. وان احنا ما نستناش حد يسعدنا، احنا مصدر السعادة لينا وللي حوالينا. لان لو استنينا حد يسعدنا احنا بندور على سراب، عشان اكون صريحة معاكم. لا، انا لازم اقرر ان انا اللي ادي لنفسي لحظة السعادة، هلاقي الدنيا اتغيرت، اشوف ايه اللي بيسعدني واعمله. فاهمين قصدي؟ عشان نرجع طاقتنا تاني، عشان نرجع طاقتنا تاني. طبعا انا في الجزئيه دي عندي في الفيديو، انا نزلت بعد ما خلصت حاجه البيت اللي ورايا كلها، نزلت يا بنات بصراحه ما كانش عندي توابل في البيت خالص، كانت العلب كلها فاضيه، وانا ما بحبش كده بصراحه، بحب ان انا دايما اكون ساتره حاجتي. فاهمني؟ فكانش عندي ملح، جبت باكيتة الملح دي يا بنات، جيب 20 جنيه باكيتة الملح دي. وجبت كيس ازازة الكوكس بقى اللي انا بستخدمها في الاكل، لان ديت اغلبيتها ايه، بتبقى رايحة على نظافة وغسيل طيور وكلام دوت، فاهمني؟ انما الازازة اللي انا ورالكم دلوقتي دي بتاعت ايه، بتاعت الاكل كوكس. وبعدين بقى جبت شرايط الماجي ديت يا بنات، معرفش كانت ب32 تقريبا. وجبت كوفي ميكس دوت عشان العيال بيحبوا يشربوه، دي ال50 ب37 العلبة انا جايباها. وجبت بقى تمن فلفل اسمر، وجبت تمن بهارات كبسة، تمن كزبرة، فاهمين؟ جبت 2. والرز البسمتي ده يا بنات، بصوا انا عايزه اقول لكم الرز البسمتي عندي في المنطقه اللي انا فيها ب80، المنطقه باكملها ب80. فانا نزلت بقى مكان يعني ايه، كان حد يعني قال لي عليه الاسعار فيه حلوه، هو مش في منطقتي واحنا رحنا له بالعربيه يعني، فاهمين قصدي؟ بس الاسعار فيه حلوه قوي. فانا بقى جبت الرز البسمتي ده ب55 جنيه، وهو عندي هنا ب80. شوفوا بقى انا وفرت قد ايه. جبت منه انصاص كده قد 3 كيلو تقريبا او 4 كيلو تقريبا، مش متذكره. وجبت شاي اخضر عشان الشاي الاخضر بتاعي خلص. جبت فلفل اسمر، كركم، كمون، كزبره، ايه تاني، بهارات كبسه.
فاهمين قصدي يا بنات؟ وجبت بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا حبيت الرز والله انا استغربته، انا بجيبه 80 هي. انا قلت يمكن مثلا دي رفيعه دي تخينه دي رفيعه، فاهمين قصدي؟ لقيتها هي. وجبت قرفه طبعا عشان ايه، يعني مشروب الشتاء المفضل بالنسبه لي عشان السكر، القرفه على جنزبيل. ودي الشاي الاخضر بتاعتي دي. والله يا بنات مش عارفه مش قادره اقول لكم، الاسعار طلعت حلوه قوي في المكان دوت بصراحه، غير عندي هنا. انا متهيالي هنا فاكريننا كويته. والله العظيم مع احترامي لكل الدول العربيه يعني، لا بيفتكرونا شغالين في الخليج يعني، فاهمين قصدي؟ دي ازازه الكوكس اللي هي بتاعت الملح يعني، اللي انا بستخدمه في الاكل. انما الباكيته دي بقى بتروح على النظافه وكده، فاهمين قصدي؟ بغسل بيها طيور، بعمل بيها وصفات وكده. طبعا بقى خلصت اللي ورايا بقى كله، عملت لنفسي بقى فنجان قهوه، وجبت بقى الغسيل اللي كان على الحبل شلته، وقعدت بقى ان انا ايه، اطبق حاجتي كده ايه مع نفسي كده. بعد ما خلصت اللي ورايا كنت بقى مولعه عود بخور. بعد ما خلصت الشقه خليتها بصراحه، انا ايدي فيها بصراحه يا بنات على طول والله، يعني انا ايدي في شقتي على طول على طول. يعني بصوا هقول لكم على حاجه، انا دايما كل اسبوع عشان اكون صريحه معاكم، انا بشيل السجاد كله واطلعه على الحبل، وامسك بقى اخلي السيراميك ده يتنفس، اخليه يتنفس اللي هو بايه، بمسح عارفين اكياس بريكس الحلوه دي، 3 جنيه تقريبا، بجيبها وبحط نقطتين منها في الميه. بس بخلي الميه يا بنات اللي هي ميه مغليه، واحط فيها شويه ملح مع نقطتين بريكس، بتخلي السيراميك يتنفس. وايه دي كل اسبوع. في العادي بقى النظافه اليوميه ان انا بعمل ايه، بكنس بالمكنسه والمع السيراميك العريان. ده يوميا، انضف السجاد كله بالمكنسه بعد ما انضف بقى العفش كله والمعه كده، او بالمكنسه والمع السيراميك العريان. انما كل اسبوع لازم اطلع السجاد كله على الحبل، وامسح بميه سخنه وملح ونقطتين بريكس، بيدي ريحه حلوه للميه. دي اساسيات عندي في النظافه، كل اسبوع لازم اشيل الشقه، كل اسبوع. ده في الشتاء. انما في الصيف يوميا تلقوني على طول، لاني حاطه بقى سجاد خفيف في الصيف غير الكسوه الشتوي اللي انا حاطاه، فبيبقى في الصيف يوميا عشان الحر. انما في الشتاء كل اسبوع بشيل. انما يوميا بقى المع العريان السيراميك اللي هو اللي مش باين، و... والسجاد بالمكنسه. بصوا بقى لو وصلتوا لحد كده ما تنسوش اختكم ام مازن في لايك واشتراك، بالله عليكم وامانه عليكم اللي ما اشتركش يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.